السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم نحضر معكم واحد طاكوس بطريقة مختلفة، طاكوس نباتي بلا دجاج بلا لحم. غادي نحتاجو في المقادير ناخدو واحد جوج لافوكات غادي نمعسوهم على هاد الطريقة. غادي نحتاجو واحد البورو مشلطة قطع صغيرة. غادي نحتاجو واحد العلبة ديال الثوم. غادي نحتاجو واحد العلبة ديال الذرة المعلب. غادي نحتاجو الفلفلة حمراء مقطعة قطع صغيرة. غادي نحتاجو الكورنيشون مقطع قطع صغيرة. غادي نحتاجو الدانون طبيعي مسوس، شوية زيت العود وفرماج الدهن. وغادي نحتاجو الملح وابزار. غادي نخلطوا المكونات. غادي نوضعوا لافوكا اللي معسنا، نضيفوا فلفله حمراء مقطعه قطع صغيره، الذرة المعلب، بورون مقطع قطع صغيره، كورنيشو، علبه ديال الطون فرتتناها قطع صغيره، غادي نضيفو دانون مسوس طبيعي، فرماج ابيض للدهن، زيت الزيتون، ملح ابزار. غادي نخلطوا المكونات تنسجم مع بعضياتها كاملين. هاد الحشوه كتجي لذيذه بزاف. غادي ناخدو واحد الخبز ديال الطورتيلا، غادي نوضعو فيه اول حاجه الخس، ونديرو فوق الخس الحشوه ديالنا. وغادي نجمعوه بهذه الطريقه. غادي نعاود معكم واحده اخرى. غنوضعوا الخس اول حاجه ونديروا الحشوه فوق الخس، ونجمعوه بهذه الطريقه. وغادي نديوه البريسيت بريسا مزيان. وهذا هو الشكل ديال الطاكوس بعد ما بريسيناه. غادي ناخذ واحد الطاكوس نقطعو معكم تشوفوا الحشوه كي كتجي من الداخل. وهذا هو الشكل ديالو، كيجي المنظر ديالو زوين وكيجي لذيذ بزاف مع هاد الحشوه. حاولوا تجربوه غادي يعجبكم، تبدلوا شويه من المذاق ديال الطاكوس. نتمنى يكون عجبكم الفيديو، وشكرا لكم على المشاهدة.